ولما وكيل النيابة استدعى سيدة علشان تقول نفس الكلام، قالت الكلام اللي قالته قبل كده. ولما سألوها انت ازاي شفتي الست العورة، قالت لهم انا عارفاها وشفتها نايمة على المرتبة بتاعت سكينة، وشفت حسب الله جوز اختي سكينة نايم فوقيها، وده معناه ان ممكن حسب الله يكون اغتصبها فعلا بعد ما قتلها. ولما سألها ازاي واحدة تقبل ان جوز اختها يعمل كده في اوضتها، فقالت له هي قبلت على نفسها كده. وهنا بقى سكينة قالت لحسب الله انت لازم تنتقم منه وتكسر عينه وتاخد حقك. تخيلوا بقى سكينة اقترحت عليه ايه؟ قالت له انت لازم تجيب مراته وتغتصبها، وبكده هتبقى كسرت عينه. ويوم 20 أكتوبر سنة 1920 محمد رمضان ما كانش عارف إن ده اليوم الأخير اللي هيشوف فيه مراته اللي عاش معاها 7 سنين. وفعلا رايا نجحت إنها تضحك عليها وتقنعها، وأخدتها معاها بيت سكينة في حارة ماكورس. مين بقى كان شايفهم واقفة في الشباك وشايفاهم؟ سيدة جارتهم. وفضلت